وانا كنت ببدأ الفقرة دي ازاي؟ تقييم مسيرة اللعيبة من 5 نجوم. يلا بينا. بس في الاول كده ما تنساش اللايك والفولو. واللاعب اللي هنقيم مسيرته النهارده هو إدنسون كافاني. على مستوى الاستمراريه فمن ساعه انتقاله لنابولي على سبيل الاعاره في 2010 لحد ما مشي من مانشستر يونايتد في 2022، وانا يمكن قلت لحد رحيله عن مانشستر يونايتد لان فترته مع فالنسيا ما كانتش مميزه قوي، وهو بيلعب دايما في انديه كبيره في التوب ليفل، ودايما كان بيقدم اداءات قويه وبيسجل اهداف كتير مع كل الفرق دي، فطبعا هياخد نجمه الاستمراريه. على مستوى النجاح مع الانديه فكافاني قدر ياخد كاس ايطاليا مع نابولي في 2012، وكمان كان هداف البطوله ب5 اهداف، وبعديها لما انتقل طبعا لباريس خد تقريبا كل البطولات الممكنه مع الفريق، وما ينقص كافاني غير الفوز بلقب اوروبي. عشان كده كافاني هياخد نص نجمه في النجاح مع الانديه. على المستوى الدولي فيمكن كافاني كان واحد من اعضاء الجيل الذهبي لمنتخب الاوروغواي، واللي قدروا يحققوا المركز الرابع في كاس العالم 2010 وخدوا بطوله كوبا امريكا